السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. يعني ايه كليشيه؟ كليشيه هو شيء تم استخدامه اكتر من مره لدرجه ان هو خلاص بقى شيء متوقع، شيء بيديلك شعور ان الشخص اللي عمل الشيء ده بيفقد التفكير بشكل اصلي، او بيفقد التفكير بشكل فيه سنه ابداع. خلاص تم فقدان ان انت يتم مفاجاتك بطريقه او باخرى. علشان كده الحاجه دي لما تتعمل قدامك تبقى حاجه كليشيه، لان انت شفتها 500 مره قبل كده. في كليشيهات كتيره في عالم الافلام، وانت يعني لو انت اتفرجت على افلام كتير، او حتى لو انت اكتر واحد بيتفرج بشكل كاجوال، انت لازم اخدت بالك من الكليشيهات دي، لان هي بتتكرر اكتر من مره. فكل كليشيه في عالم الافلام بيكون ليه زي ما نقول كده هو ايه، اسم معين، وممكن انت تعملها مع نفسك كلعبه. لما انت تتفرج على فيلم معين كده وتقوم قافش الكليشيه، تكون عارف الاسم بتاعه. او حتى لو انت تتفرج على فيلم الاول مره، انت تقدر تتوقع الكليشيه اللي هيحصل قدام، عشان معظم الافلام بتستخدم الكليشيهات دي. فخلينا نتكلم على اشهر الكليشيهات في عالم الافلام. ولكن قبل ما نبدا الفيديو تاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومشغلين كل التنبيهات، عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلكم على طول. وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، لان ده فعلا بيساعد. رقم 1، الويلهام سكريم. اكيد انت اتفرجت على افلام كتيره، او حتى ما اتفرجتش على افلام كتيره، اكيد انت سمعت الصوت ده قبل كده. عارفين الصوت ده؟ عارفين صوت السريخه دي؟ السريخه دي اللي هي دي شفت الميم المنتشر دلوقتي بتاع الساوند افكت بتاع الموت في روبلوكس؟ اوف، عارفين الصوت ده؟ الويلهام سكريم هي نفس الكونسبت، ولكن في عالم الافلام بتاع هوليوود. في الخمسينات كان في فيلم معمول كده، هو فيلم لو بادجت كان معمول، والشخص اللي كان بيسجل الفولي، او الشخص اللي كان بيعمل ساوند ديزاين للفيلم ده، كان عايز صوت صرخه، فراح مسجل الصوت ده. نفس الشخص ده، وبعد كده خلاص الصوت ده اتحط في المكتبه بتاعه وورنر براذرز. حلو، فاتحط في مكتبه الصوت بتاع وورنر براذرز. فلما حد يكون شغال على فيلم او شغال على بروجكت ويكون عاوز ساوند افكت حد بيصرخ، بيقوم مدور، بيقوم واخد الساوند افكت ده وبيحط. يصادف ان واحد من الناس اللي بتشتغل في وورنر براذرز، كواحد يعني بيشتغل في الصوتيات، كان ليه نحتايه في فيلم تاني جانبي كده. الفيلم الجانبي ده كان برضو بيعمل فيه الساوند ميكسنج وبتاع، وكان عايز صوت حد بيصرخ، هو كان بيموت كده، راح مستخدم صوت الصرخه. الفيلم اللي انا بقول لكم عليه اللي كان بينحتوا على الجنب ده، هو فيلم ستار وورز. وايوه، من ساعه لما الويلهام سكريم دي اتحطت في فيلم ستار وورز، الناس بدات تاخد بالها ان هم، انا سمعت الصوت ده قبل كده، سمعته في فيلم ثاني، وسمعته في فيلم ثاني، وسمعته في فيلم ثاني. Gotta try this thing. بقى زي ما تقول ايه، كليشيه في عالم الافلام، او حاجه تكون متوقعه في اي فيلم انت هتتفرج عليه وفي واحد بيموت او في واحد بيصرخ او اي حاجه بتحصل. ركز وهتسمع الويلهام سكريم. افلام مارفل كلها تقريبا موجود فيها الويلهام سكريم، حتى في اماكن انت ما تكونش متخيلها برضه هتلاقي موجود فيه. شوف في الافلام بتاعت كوينتين تارنتينو كلها موجود فيها الويلهام سكريم. هو بس زي ما تقولوا ايه، انسايد جوك او نكته موجوده في هوليوود ما بين المخرجين وما بين بعضهم، ان انا في الفيلم بتاعي انا هخبي كايستر ايج كده اهو الويلهام سكريم في مكان هنا او هناك، مش مهم، المهم ان انا احط الويلهام سكريم كده، واللي ياخد باله مفيش اي مشكله. فركزوا في الموضوع ده، اول لما تسمعوا صوت صريخه غريبه اعرف ان انت قفشت الويلهام سكريم. في مصطلح بقى، دي بصراحه المصطلح ده كان المفروض احطه في فيديو المصطلحات اللي احنا عملناه من فتره، بس خلينا نتكلم على المصطلح ومعناه ايه، ونتكلم بقى على الكليشيه. المصطلح هو اسمه ديوس اكس ماكينه. يعني ايه ديوس اكس ماكينه؟ الترجمه الحرفيه معناها اله المكن، او ذا جاد اوف ذا ماشين، حاجه زي كده، بس مالناش دعوه بمعناها الحرفي. هو لينا دعوه بهي لما تستخدم في عالم الافلام بيكون معناها ايه. ما هي الديوس اكس ماكينه؟ اتفرجت على افلام لورد اوف ذا رينجز؟ لو انتوا اتفرجتوش انا هحرق دلوقتي حاجه. في اخر فيلم لورد اوف ذا رينجز وخلاص البطلين بتوعنا عملوا المهمه وكل حاجه، احنا بنفتكر ان الابطال بتوعنا خلاص هيموتوا، خلاص هم مفيش حاجه هتنقذهم. هوبا مره واحده النسور تيجي وتقوم شايلاهم ويطلعوا.
شفتوا الحدث اللي حصل ده اللي هو في اخر لحظه تيجي حاجه وتنقذ الابطال بتوعنا، ده هو الديوس اكس ماكينه. المنطق بتاع القصة، في المنطق بتاع الحكاية الحدوتة اللي انت بتحكيها دي، مفيش اي منطق ان البطل بتاعك يطلع من المأزق اللي انت فيه، ولكن هوبا مرة واحدة كده سبحان الله لا طلع ان في حل كان مستخبي. ديوس اكس ماكينه مثلا في فيلم توي ستوري 3 والالعاب خلاص هينزلوا جوه المحرقه دي بتاعه الزباله وبتاع ومفيش اي حاجه هتطلعهم، يجي مره واحده الشيء اللي بيشيلهم من مقلب الزباله ده وبيطلعهم بينقذهم من النار اللي حصل ده ديوس اكس ماكينه. وطبق نفس الموضوع على كل فيلم انت اتفرجت عليه، اللي هو لما يكون البطل خلاص واصل لحد نقطه الخساره، خلاص مفيش اي حاجه هتنقذه، مفيش اي حاجه هتحصل، وهوب مره واحده كده هو بدون اي سابق انذار حاجه تيجي تخلص الليله، ده هو الديوس اكس ماكينه. المهم اتفرجت على افلام رومانتك كوميديز في الالفينات قبل كده؟ اكيد انتوا اتفرجتوا عليه، لو انت خاطب، لو انت متجوز، او حتى لو انت كنت وانت في سن صغير بتفتح الام بي سي 3 بتتفرج على فيلم من الافلام دي، الافلام بقى اللي هي بتاعت اماندا باين، البنوته كده في الفيلم شكلها وحش وعايزه تامبرس او يعني تلفت نظر الواد اللي هي بتحبه في المدرسه، فيتعمل لها ميك اوفر، الميك اوفر ومونتاج بقى وهي بتعمل ميك اوفر، وفي الاخر سبحان الله طلع ان هي عشان كانت لابسه نظاره شكلها وحش، قلعت النظاره بقت ملكه جمال. جاد الموضوع بيقهر كل ما بيحصل، والموضوع ده مش بس في الافلام، في كتير من المسلسلات، مسلسل زي جلي الموضوع ده بيحصل فيه اكتر من مره، اللي هو البنت اللوزر، البنت النيرد، البنت اللي اكتر واحده يعني شكلها انا اتراكتيف، شكلها مش حلو في العالم، اقلع النظاره بقت اكتر مزه في المدرسه، خلاص لا 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 لا, لا. الميك اوفر ان هي بس بقت من غير النظاره، واو لا لا لا. I'll take your entire stock. الجيل بتاع اواخر التسعينات بدايه الالفينات هيفهم الموضوع ده، لان الموضوع ده كان بيحصل تقريبا في كل فيلم كوميدي يكون الشخصيه فيه بنت كان بيتعرض على التلفزيون، الموضوع جدا جدا يقهر. نروح دلوقتي بقى بالنسبه لي اكتر كليشيه بيجنني بيبهدلني، تمام؟ انا بتعصب كل ما الموضوع ده يحصل. انت دلوقتي قاعدين هم في المخابرات، قاعدين هم في اسم الشرطه، قاعدين هم في السي اي اي في مكان ما يعني، وبيحققوا في موضوع وجايبين الفيديو بتاع كاميرات المراقبه، يلا دلوقتي خلينا نشوف هنقفش الراجل الحرامي ده ولا لا. يجي الضابط ولا يجي مش عارف الاوفيشال، الشخص بقى اللي واقف ورا الواد اللي على الكمبيوتر، ويميل له ايه؟ زوم، انهانس. الموضوع ده ما بيحصل، ما ينفع، ما فيش. بصوا من الاخر ماشي. This is the vacation shot that gives us something to work with. The tourist was taking a picture of this girl, so enlarging the reflection in her eye. There's our victim. مفيش سوفت وير ومفيش كاميرا على الكوكب ده تقدر تحول صورة من كده لكده، ده شيء خيال علمي. فانت ما ينفعش يكون ماشي الفيلم ان هو قصة بوليسية وقصة تحقيق وقصة في العالم الحقيقي وقصة ثريلر وتشويق وبتاع والكلام ده، وفي نص الفيلم عشان بس ايه تساعد القصة بتاعتك اديني لو سمحت كاميرا مراقبة زي اللي هي موجودين في المولات كده، هو بتاع كاميرا مراقبة حيوانة بس ب1000 جنيه ولا حاجة، اديني زوم يا معلم هنا معلش، يوم مزوم، اديني انهاس، بوم تطلع لك صوره 4K. ايش في الفكره ان الموضوع ده كان من الافلام بتاعت التسعينات وهم بيعملوا الموضوع ده. انا دلوقتي عمال ايه معصب كتير عشان الموضوع ده بيقهرني يكون الفيلم ماشي كل زي الفل، يكون فيلم يعني وبرضه مصروف عليه كتير، فيلم ميشن امبوسيبل واحد من الافلام التقيله، ولازم في النص يقوم حاطين الكليشيه ده اللي هو ما احنا لازم القصه تمشي، فهنمشي القصه ازاي؟ لازم نخلي ان البطل بتاعنا عارف يقفش الراجل الشرير، عطى واحد زوم وانهانس بليز. نتنقل لواحد تاني، وكنا عملنا فيديو برضو قبل كده في القناة من قريب بنتكلم على أهمية اللغة الإنجليزية، وإن كتير دلوقتي في العالم بيتكلم عن اللغة الإنجليزية، فبروح اتفرجوا على الفيديو ده، وبرضو كده ان انتم مشتركين في القناة عشان أول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. مهمة اللي بجيب سيرة الفيديو ده عشان بس ايه نتكلم عن اللغة الإنجليزية. حلو، احنا ايوه عارفين في العالم بتاعنا ان مؤخرا يعني اللغة الإنجليزية بقت حاجة ضرورية، ان كل شغل في العالم دلوقتي بيطلب ان انت يكون معاك انجليزي، حاجة العالم كله بيتعامل مع بعضه باللغه الانجليزيه، وهوليوود عارفه الموضوع ده. بس الفكره ان هوليوود وكتير من الافلام اللي جايه من هوليوود عندهم نرجسيه مش طبيعيه، لدرجه ان هم عاوزين يقنعونا ان لما الفضائيين يجوا من بره، الفضائيين كمان بيعرفوا يتكلموا انجليزي. ولا مش بس ان الفضائيين بيعرفوا يتكلموا انجليزي، ان سبحان الله يا اخي سبحان الله، اول لما فضائيين او اول لما حاجه من بره العالم ده تكون عايزه تتواصل مع كوكب الارض، ما
يروحوش غير امريكا ويتواصلوا معاها. يعني لازم اي تي يقوم نازل في امريكا، لازم لما يكون في حرب من الفضائيين زي فيلم اندبندنس داي يقوموا نازلين في امريكا، اللي هو كل حاجه ليها لازم تكون في امريكا. الكوكب الارض بالنسبه للفضاء هو بس عباره عن امريكا بس، مفيش دول تانية في العالم. وسبحان الله كل الفضائيين بيعرفوا يتكلموا انجليزي. في حوار ان الفضائيين بيعرفوا يتكلموا انجليزي ده في عالم مارفل السينمائي. في عالم مارفل السينمائي انت بتروح بتسافر المجره كامله، بتلف داير كده المجره كامله، وتلاقي ان هو مش غريب شويه ان الفضائيين بيتكلموا انجليزي. انا عارف ان هم في اكتر من فيلم كده حاولوا يرقعوا الموضوع، اللي هو لا علشان الحضاره في الكواكب التانية متطوره شويه، فهم بيركبوا زي ما تقول حاجه كده تقدر تخليهم يترجموا اللغه ويقدروا يفهموا الناس يعني والكلام ده. بس لا ده كيس بجد مش منطقي ان كل الفضائيين سبحان الله معاهم انجليزي، معاهم لغه، جايين معاهم لغه. نروح دلوقتي بقى لبعض الكليشيهات التانية. الكليشيهات بقى اللي بتضايق واللي كانت بتضايقني اكتر ايام لما انا كنت في سن المراهقه. لما انت تتفرج على مسلسلات اجنبيه، في حاجه انا كنت دايما بحس بعدم ثقه النفس فيها، ان لما تتفرج على الافلام والمسلسلات الامريكيه تلاقي ان العيال اللي في ثانوي اللي في الهاي سكول يعني في نفس مستوى اللي بيلعبوا كمال اجسام، اللي هو ده مش منطقي ان شخص عنده 18 سنه بالشكل ده. لما انا كنت اتفرج على الحاجات دي في سن صغير كنت بقول تمام ماشي، هو انا بتفرج دلوقتي وانا عندي 14 سنه، فمنطقي ان انا شكلي مش كده او انا طولي مش كده او انا يعني عندي عضلات بالشكل ده. اكيد لما اوصل 18 سنه الموضوع هيتغير، يعني اوصل 16 سنه اقوم قايل ايوه هي المفروض في السنتين دول هيكون بقى طلع لي السكس باكس الكامله، هيكون دراعي بقى بيملى التيشيرت كامل والكلام. فهو بس الموضوع كله سنتين. اوصل 18 سنه وانا بنياني نفس بنياني لما كان عندي 14 سنه. فاللي هو انت ممان ده بجد حاجه جدا unrealistic في الشكل ده. اللي هو انا فاهم ان عشان هم ممثلين فلازم يكون اجمد شكل واحسن فيزيك، عشان دول بقى هم النجوم اللي بيبيعوا التذاكر والنجوم اللي الناس بتتفرج عليهم والكلام ده. بس ما تقنعنيش ان ده شخص تين ايجر، ان ده شخص انا المفروض اكبر منه. لا ما ده مش منطقي. حاجه بتضحك ان في فيلم سبايدر مان الاولاني اللي اتعمل، الشخص اللي كان بيعمل دور الاستاذ بتاع بيتر باركر في الصف بتاعه، الشخص ده هو اصغر من توبي ماجواير في العالم الحقيقي. يعني هم جايبين حد اصغر من الشخص المفروض بيعمل دور سبايدر مان على ده ليفل من ليفلات الانرياليزم اللي بتحصل هنا. وبعدين نفس الموضوع في حد زي اندرو جارفيلد كان داخل على ال30 وهو بيعمل دور سبايدر مان المفروض في الوقت ده كان عنده 17 سنه. فاللي هو اديني عقلك مامان، ما يمشيش. عشان كده الناس كلها اتحمست لما توم هولاند اخذ الدور بتاع سبايدر مان، عشان قلنا اخيرا حد السن بتاعه منطقي ان هو يعمل دور واحد عنده 16 سنه ما بيعكسش الواقع. وده على فكره مش معناه ان لا هم الناس في امريكا الشباب في امريكا ما شاء الله بيفردوا في سن صغير وبيكونوا عضلات كده. لا مامان اتفرج على اي وثائقي هتلاقي ان معظم العيال الصغيره في امريكا عشان اوفر ويت وحالتهم حاله، مفيش حد يقدر يوصل للجسم ده في السن ده شيء مش منطقي، مش في العالم الحقيقي. فبس دي حاجه برضو بتقهرك ان انت لما تتفرج على فيلم وتكون عايش في جو الفيلم وكل حاجه ومره واحده بوم تقوم مفصول بين الولد اللي عنده 16 سنة شكله عنده 25 سنة. حاجة تانية صغنونة على الجنب كده، كليشيه صغنون يعني ما اظنش ناس كتير بتاخد باله منها، بس انا باخد بالي منه وده بيضايقني. انا بحب لما اتكلم في التليفون مع اي حد، وتقريبا كلنا بنعمل الموضوع ده، ان خلاص خلصنا السالفة، خلصنا الكلام، خلصنا مكالمة التليفون، طب مش عايز حاجة يلا سلام، وهم قافل. اتفرج على كل فيلم اتعمل في تاريخ البشرية، مش هتلاقي حد بيقول كلمة سلام او مش هتلاقي حد بيقول كلمة جود باي. لا بيخلصوا الموضوع بيقوموا قافلين. انا مش فاكر امتى اخر مرة حد قفل في وشي، تمام؟ او انا مش فاكر ان انا عمري في حياتي قفلت التليفون في وش حد. اللي هو من الحاجات اللي انت بتتعلمها في الحضانة، اللي هو الاحترام البسيط اللي انت بتتعلمه في الحضانة، اللي هو بعد ما خلص حد اوكي يلا سلام، او عايز حاجة اشوفك بعدين سلام. اللي هو لازم تنهي المحادثة، يعني مش هياخدك وقت كتير، يعني اكتبها في السكريبت ممان، اللي هو خلصت المكالمة اوكي توك تو يو ليتر وتقوم قافل، او جود باي تقوم قافل. انما في كل الافلام يخلص الموضوع يخلص السالفة يقوم سايب التليفون. مين بيعمل ده في العالم الحقيقي؟ كليشيه بقى تاني، بس كليشيه دلوقتي في الحوار، كليشيه في فن السيناريو، كليشيه في فن الكسل، في ان انت مش عاوز تبني عمق للشخصية بتاعتك علشان تخلي الفيلن بتاعك او الشخصية بتاعتك عميقة حبتين وهو مش عميق ولا حاجة. يقوم رايح للبطل ومقايل له الجملة دي، اللي هو انا لما بسمع الجملة دي في فيلم جسمي بيقشعر من الكرنج. ايه هي الجملة؟
you're not so different you and I. لا اوريجينال، لا خرافي، لا 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 ثانية يا جماعة، يا نهار اوسكار، مش اوسكار دود، اديله كل الجوائز. We're not so different, you and I. Yeah, we're not so different as you might think. We are not so different, you and I. You and I, we're really not so very different. Maybe you are right. Maybe you and I are not so different. You and me, we're not so different. You're an amazing creature, Spider-Man. You and I are not so يا different. رجل واحنا بنعمل فيديوهات في اولى ثانوي بالموبايل الايفون 3 جي اول لما جبته، انا كنت اكتب الجمله دي في السكريبت بتاع الفيديو اللي بعمله مع صحابي يعني، وساعتها انا لو انا بكتب السكريبت بقول بس بكتبه ايه تسليك كده عشان ما فيش حد هيتفرج على الفيلم. انت حاططها لي في فيلم بلوك باستر مصروف عليه 300 مليون دولار. You're not so different you and I. يا عمي ادم الموضوع، شوف لك كلمه جديده، وصل لنا الجانب ده، وصل لنا العمق بتاع الشخصيه بتاعتك باي طريقه غير You're not so different you. خلاص بس يا جماعة أنا متعصب علشان I care، أوكي؟ علشان أنا أهتم، أنا مهتم، أوكي؟ في كليشيه برضو بيكون موجود أكتر في نوع معين من الأفلام، هو إن أنت تكون ماشي في الفيلم والفيلم ماشي من ناحية وبعد كده مرة يحصل جامب سكير. ايه هي الجامب سكير؟ الشيء اللي لسه حاصل دلوقتي، وطبعا بيكون موجود اكتر في افلام الرعب، وهو يعني ماشي حاجه بتخدم الشعور اللي انت عايز توصله للمشاهد وهو بيتفرج على فيلم رعب. بس انا شايف ان الموضوع ادم وبقى كليشيه زياده عن اللزوم، وبقى فيه نوعا ما رخص، بمعنى ان انت لما يكون الفيلم الرعب بتاعك بس معتمد على جامب سكير، انت هو بس معتمد على ان انت تاخد المشاهد بتاعك على اخوانا، لا في افلام تانية اثبتت لنا ان انت ممكن تحكي قصه بمنتهى الجمدان من غير ما تعتمد بس على الجامب سكيرز. يعني احسن مثال فيلم كانجورينج. فيلم رعب جامد بشكل مش طبيعي، وايوه فيه جامب سكيرز، بس الجامب سكيرز اللي موجوده في الفيلم ده هي موجوده غصب، اللي هو لا عشان القصه اللي انت بتحكيها والحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي جدا انتنس وجدا تقيله، فاللي هو انت الجامب سكير هيبقى تاثيرها 500,000 مره عن العادي، عشان في قصه جامده عماله تتحكي. وفي نفس الوقت في افلام رعب تانية بين قوسين رعب الفيلم كامل ما بيكونش فيه ولا جامب سكير واحده. فيلم 10 كلوفرفيلد لين بالنسبه لي ده فيلم رعب خرافي، لانه فيلم رعب مخليك طول الفيلم قاعد مش مستريح، قاعد حاسس ان في وحش عمال بيتفرج، وده التأثير واللعب اللي فعلا بيبهدلك. ودي الحاجة اللي انا بحس مخرجين كتير من الافلام بتوع الرعب بيحاولوا يوصلوها، بس لما يكون الاعتماد بس على الجامب سكيرز لا حاجة جدا ضعيفة. واخر كليشيه اعزائي المشاهدين، احنا اتكلمنا دلوقتي على كليشيات بتتكرر في اكتر من جانرا واكتر من نوع من الافلام. خلينا نختم بكليشيه بيتكرر كتير في الافلام بتاعه الاكشن. اتفرجتوا على ماتش ملاكمة قبل كده؟ طب اتفرجتوا على ماتش MMA قبل كده؟ عامه انتوا شفتوا خناقه قدامكم قبل كده؟ لما حد بيتخانق او حد بيكون في ماتش ملاكمه ولا حاجه ويجيت نوكت اوت او يتضرب كده حد ان هو يفقد الوعي، دي مش حاجه بسيطه، ودي مش حاجه الواحد ممكن يتعود عليها. اللي انت بتشوفه في الافلام ان ماشي حد يكون في خناقه ولا حاجه ويقوم مضروب جامد يفقد الوعي، بيقوم قايم وخلاص بقى عنده دلوقتي قوة العالم كله عشان يقوم ويخلص المهمة، تمام؟ او مثلا واحد يقوم واخد رصاصة يقع على بيضرب دماغه، ولكن بعديها ب5 دقايق قايم ومكمل خناقة ومش عارفين وكده. ده كليشيه اللي هو من الاخر ان الخناقات في الافلام مادام البطل هو اللي بيتخانق فهو عنده قوة خارقة غصب عنك، حتى لو انت عايز تبين لنا ان لا الفيلم رياليستيك كل حاجة، بس هو لا غصب عنك هيكون عنده قوة خارقة، غصب عنك المسدس بتاعه مش هيخلص الراوندز اللي فيه، مش هيخلص الطلق اللي فيه، لا هيفضل يضرب للصبح، وسبحان الله كله بيضرب عليه مفيش حاجه بتصيبه، هو اول لما يضرب ضربه واحده بوم اللي قدامه هيقع. بس الحته يعني ده ماشي، ده كليشيه بيحصل في كل افلام الاكشن، بس الكليشيه اللي جدا بيضايقني اللي هو حوار لما حد يفقد الوعي ويقوم راجع بعديها ب5 دقايق وفاكر كل حاجه حصلت وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله. فبس عشان كده وانا طولت في الموضوع ده عشان هو جدا جدا بيقهر بالنسبه لي، لان الموضوع ده ملوش اي دعوه بالعالم الحقيقي، وهو بس كليشيه بيتم استخدامه اكتر من مره كسلا من الناس اللي بتكتب الحته دي من الفيلم عشان ايه عايزين القصه تمشي فقشطه بالحب مفيش اي حاجه تعملها. وده ما بيعيبش في صناع الافلام لان خلاص الموضوع طريقه من طرق حكايه القصه دي والناس تعودت عليها وقشطه ما فيهاش مشاكل كتيره، للناس عادي ممكن تعديها في مقابل انهم يتفرجوا على مشهد اكشن حلو.